السلام عليكم. اليوم حندير لكم طريقة تفار البربوشة بالطريقة التقليدية اللي تعودنا عليها من بكري، ما يجيش معجن، يجي كل حبة وحدها. تابع الفيديو الأخير إن شاء الله يعجبك. كمية من البربوشة اللي هو الكسكس. هذا البربوشة مفتولة في الدار، يعني صنع منزلي، ماهيش مشرية جاهزة في الأكياس. طريقة التحضير تاعها ما راهيش راح تكون كيما الجاهزة، ما رانيش راح ندير لها الزيت في الأول لخاطر ضامنة أنها ما تعجنش. راح ندير لها مباشرة الماء ونحركها مليح. من بعد راح نصفي لها الفائض تاع الماء. من بعد نحط الرباعية تاعنا ولا الإناء اللي درنا فيه البربوشة بشكل مائل، نديرو تحته فوطة مطبقة مليح باه يتثبت بالشكل المائل، ونخليوه بهذا الشكل حوالي 5 دقائق حتى ينزل منه كامل الماء الفائض. من بعد نزيدو نحيلو هذا الماء اللي ساح منه حتى نتخلصو منه كامل. من بعد نحلوه من بعضاه ونزيدو له كمية من الملح ونخلطوه، نخليوه على جهة حتى ينشف شوية. المدة اللي ينشف فيها على حساب انتي وش نحيتيلو الماء الفائض. اذا نحيتيلو الماء الفائض جيدا راح ما يستغرقش وقت طويل وينشف، واذا ما تخلصتيلوش من الماء الفائض مليح راح يستغرق وقت اطول. بعد ما تنشف من بعد نديروها في كسكاس، ما نعمروهش بزاف لخاطر اذا عمرتيه ما تجي يوصلها البخار من الفوق حتى نتعجن من تحت. تقدري في نص الطياب تاعها تحركيها وهي في الكسكاس بالملعقة باه الجزء الفوقاني يولي من تحت، ونديرو فيها ثقب باه يسرع في العملية تاع التفوار. والجزء السفلي تاع الإناء ما لازمش يكون معمر بزاف بالماء باه ما يقيسش القاعدة تاع الكسكاس ويشمخ لك البربوشة. ونغلقوا عليها بالقفالة جيدا باه ما يخرجش البخار، ونخليوها على نار زايدة نوعا ما باه تفور. ملاحظة الكسكاس ما تحطيهش يفور حتى يعود الماء اللي في الإناء السفلي يغلي. بعد ما يفور نفرغوه في الرباعية ولا في الإناء اللي نخدمو فيه، نحركوه في الأول شوي باش نحلو الحمان القوي. من بعد نديرو له قطعة من الزبدة الحرة، تقدري ديري مارغرين كما تقدري ديري زيت، المهم أي مادة دهنية. من بعد نحلوه من بعضاه في نفس الوقت ندخلو له الزبدة اللي درناها له. بعد ما نحلوه كامل ما نخليو فيه حتى تكتلات. نبداو نزيدو له الماء بالتدريج كل بربوشة وش تشرب وعلى حساب الدقيق اللي تفتلت بيه، ونخلطو في نفس الوقت. ديري له الماء حتى يولي ثقيل شويه، ما تكثريلوش حتى يعود الماء فايض يبان فيه. في نفس الوقت ما ديروش قليل حتى يجي ناشف، المهم تحسيه ثقيل بهذا الشكل. نزيدو نخليوه على جنب ينشف حوالي 10 دقائق اخرى. من بعد نعاودو نقلبوها للكسكاس ونعاودو نحطوها تفور للمرة الثانية. بعد ما تفور التفويرة الثانية نعاودو نقلبوها للرباعية ونديرو لها كمية من الدهان. اللي ما يحبش الدهان يقدر يدير زبدة عادي او مارغرين، ونخلطوها مليح وندخلو لها الدهان جيدا باه يتغلفوا كامل الحبات. اذا ما قدرتيش تخلطيها بيدك وهي سخونة تقدري تخلطيها بالملعقة في الاول ومن بعد تكملي بيديك. حليه بالطريقة هذه باه يتحلو كاش تكتلات فيه حتى نخلصي كامل الكمية. وهاي البربوشة تاعنا واجدة. شوفوا كيفاه جات كل حبة وحدها ما جاش معجن. نتمنى يكون عجبك فيديو اليوم وشهية طيبة.